صديقي العزيز، اخبارك ايه؟ يا رب تبقى بخير. زي ما خدنا في السيشن اللي فاتت ان احنا عملنا لعبه بسيطه مع بعض، في الفيديو ده هعمل لكم نفس اللعبه علشان نراجع على السيشن اللي فاتت، ولو انت نسيت اي حاجه تقدر ان انت تفتكرها تاني. طيب طبعا بنفتح اول حاجه سكراتش، واول ما بنفتح سكراتش بنمسح اي حاجه موجوده فيه زي كده. حلو قوي. طيب اللعبه بتاعتنا كانت ايه؟ اللعبه بتاعتنا ان احنا عندنا حاجه زي مستطيل تحت. المستطيل ده بيتحرك، واول ما الكوره بتلمسه بتنط، او لو بتلمس اي طرف برضو من اطراف الشاشة بتنط. حلو قوي. طيب تعالى في الاول نختار خلفية، فممكن تختار اي خلفية انت عايزها، مفيش اي مشكلة. انا مثلا ممكن اختار دي. بعد كده تعالى نفكر مع بعض. احنا دلوقتي عندنا حاجتين بيتحركوا صح؟ يعني عندنا شخصيتين. اول شخصية اللي هي المستطيل، وتاني شخصية اللي هي الكورة اللي هتقعد تتحرك. حلو جدا. طب تعالى في الاول نجيب الكورة. ممكن تجيب برضو اي كورة انت عايزها، مفيش اي مشكلة. انا مثلا هاخد الباسكت بول دي. حلو قوي. طيب ازاي؟ تعالى بس الاول نحطها في النص بالظبط. طيب ازاي كنا بنحرك اي حاجة عندنا؟ كنا بنحركها عن طريق الموف. طب تعالى كده ناخد الموف، وتعالى كده ندوس على العلم بتاعنا عشان اللعبة تشتغل. ما اشتغلتش. في حاجة مهمة انت نسيتها. انت ناسي ان الكمبيوتر غبي زي ما احنا اتفقنا قبل كده. فالكمبيوتر دلوقتي مش فاهم ان انت لما تدوس على العلم ده اللعبة هتشتغل. فتعال نفهمه حاجة زي دي. عشان نفهمه حاجة زي دي فعندنا حاجة اسمها events، وفي الايفنتس عندنا when flag clicked اللي هي دي. طيب اول ما احط دي، تعالى نجرب تاني كده ندوس على العلم عشان نشغل اللعبة. بص اتحركت، بس اتحركت حاجة بسيطة جدا. طيب الحل ايه؟ احنا عايزينها تفضل تتحرك وما تقفش خالص. حل بمنتهى البساطة. ايه رأيك نكرر الموف دي؟ نفضل نكررها لعدد ما لا نهائي من المرات. يعني ايه؟ يعني نفضل نقول موف 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 موف، فالكورة بتاعتنا هتفضل تتحرك. طب حلو قوي. عشان نكررها اكتر عدد من المرات عندنا حاجة في الكنترول اسمها فوريفر. طبعا يعني ايه فوريفر؟ فوريفر يعني دايما لا نهائي. فعلشان كده لما ناخد فوريفر دي نسحبها كده ونحطها، نحط الموف جواها زي كده بالظبط، ونيجي نشغل تاني. بص ايه اللي حصل؟ فضلت ماشية. بس هنا حصل لنا مشكلة تانية. فضلت ماشية لحد لما وصلت لآخر مكان في الشاشة، وبعد كده وقفت زي ما انت شايف اهي. يعني انا لو جيت حطيتها كده في اي مكان، بص هتفضل ماشية لحد لما توصل لحد الحرف بتاع الشاشة. طيب الحرف بتاع الشاشة ده اسمه ايدج. طيب ايه رأيك نقول ان لما الكورة توصل عند الايدج تعكس اتجاهها وتروح الناحية التانية؟ ايه رأيك في الحل ده؟ مش كده هنبقى حلينا المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي؟ طيب تعالى نعمل كده. تعالى الاول بس نوقف اللعبة ونرجعها تاني في الزيرو في الاكس، ونرجعها برضو في الزيرو في الواي، وتعالى ندور. طيب تعالى كده ندور في الموشن. هنلاقي عندنا حاجة اسمها F on edge bounce. لو هي وصلت على الحرف أو حرف الشاشة نطي. حلو جدا. طيب تعالى ناخدها. طب سؤال مهم، هنحطها جوه الفوريفر ولا هنحطها بره؟ تعال نفكر مع بعض. هل احنا عايزين في كل مرة هي تلمس الحرف بتاع الشاشة تنط الناحية التانية، ولا عايزين الموضوع ده يتكرر مرة واحدة؟ لا طبعا عايزين كل لما تلمس الحرف بتاع الشاشة تنط الناحية التانية. عشان كده هنحطها جوه الفوريفر علشان دايما تتكرر. حلو قوي. تعالى نعمل ران ونجرب. حلو جدا. مشكلتنا دلوقتي اتحلت، بس عندنا مشكلة تانية. طب تعالى نوقف اللعبة ونرجع كده الاكس في الزيرو برضو. مشكلتنا في ايه؟ ان الكورة بتمشي يمين وشمال، بس تمشي على الاكس اكسس بس. طيب عشان نحل حاجة زي دي هنعمل ايه؟ ايه رأيك ان احنا نجيب عندنا حاجة اسمها point in direction. point in direction دي هتخلينا نغير الواي اكسس. طيب لما نغير الواي اكسس الكورة هتروح في اتجاه مختلف. طب تعالى كده ناخدها ونحطها. هنحطها جوه الفوريفر ولا هنحطها بره الفوريفر؟ طيب ايه رأيك نجرب المرة دي ونحطها جوه الفوريفر، بس نغير ال90 مثلا دي ونخليها 45. طيب تعالى كده نرن ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل؟ الكورة بتتهز في مكانها. طيب ليه؟ تخيل معايا ان الكورة في ايدي دلوقتي، والكورة جت تتحرك كده،
فانت لقيت في فوريفر في بوينت ان دايركشن جوه الفوريفر، فهي دايما هتتكرر. بتقول للكره لا هتتحركي كده، بعد كده الكره جت تتحرك كده قالت لها لا انت هتتحركي كده، بعد كده جت تتحرك كده قالت لها لا انت هتتحركي كده، فالكره عماله تتهز في مكانها. عشان كده لازم نحط البوينت ان دايركشن دي، مش هنحطها جوه الفوريفر، لا احنا هنحطها بره الفوريفر. ليه؟ عشان كل مره ندوس على الفلاج الكره تتحرك في مكان مختلف زي ما انت شايف كده. طيب جميل جدا. طيب تقريبا كده احنا خلصنا الكود بتاع الكوره. طيب تعالى دلوقتي نجيب الكود بتاع البار اللي الكرة هتخبط فيه فتنط الناحية التانية. تعالى نجيبه. فهو بالنسبة لنا شخصية تانية وهو اسمه بدل. ممكن تجيب أي حاجة زيه مفيش مشكلة، بس يستحسن إن أنت تجيب البدل. تعالى كده ندور عليه. البدل أهو. حلو جدا. طب تعالى نحط البدل ده تحت كده شوية. ممكن نحطه هنا في سالب 150 في الإكس عشان يكون تحت، ونحطه في الزيرو في الواي عادي خالص. طيب عايزين البدل ده يتحرك مع حركة الماوس. حركة الماوس يمين وشمال، واحنا اتفقنا ان يمين وشمال ده يعني ايه؟ يمين وشمال ده يعني الاكس اكسس. حلو جدا. يعني انا عايز اقرأ الحركة اللي على الاكس اكسس بتاعة الماوس واخلي البدل ده يتحرك نفس الحركة دي بالظبط. حلو جدا. طب تعالى نعمل كده. في السنسنج عندنا حاجة اسمها ماوس اكس. تعالى كده ندور عليها اهي. طيب الماوس اكس هو ده الحاجة اللي بتخليني اقرا حركة الماوس في الاكس اكسس. حلو جدا. طيب محتاجين نعمل ايه تاني؟ محتاجين نتحكم بقى في الاكس بتاعت البدل. طيب فاكر في اول سيشن كنا بنتحكم ازاي في الاكس بتاعت البدل؟ كنا بنيجي عند الموشن وبنيجي عند سيت اكس 2 وبناخدها كده وبنحط اي رقم هنا بدل الزيرو ده. طيب ايه رأيك اصلا ناخد الماوس اكس دي ونحطها مكان الرقم؟ بص ركبت مع بعض ازاي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان احنا قلنا ان الحركة بتاعت البادل ده في الاكس اكسس هتبقى نفس الحركة بتاعت الماوس برضو في الاكس اكسس، يعني الاتنين هيتحركوا مع بعض بالظبط. تعال نران كده ونجرب. ايه ده؟ ما حصلش حاجة عشان نسينا الوين فلاج كليكد. طيب ناخدها برضو من هنا ونركبها. طب تعالى نران تاني. ايه ده؟ اتحرك مرة واحدة بس. طيب ايه رأيك نحطها برضو جوه الفوريفر؟ حلو جدا. وخلي بالك ان احنا كل ده على الكود بتاع البدل، احنا مش على الكود بتاع الباسكت بول. الكود بتاع الباسكت بول مختلف عن الكود بتاع البدل. حلو قوي. تعالى نران كده تاني ونجرب. بص بقت بالظبط شغالة، بس في مشكلة. الكورة ما بتخبطش أصلا في البدل، الكورة أكنها مش شايفة البدل. طيب تعالى نوقف كده ونحل المشكلة دي مع بعض. تعالى نرجع على الكود بتاع الباسكت بول تاني. طيب ليه نرجع على الكود بتاع الباسكت بول؟ تعالى أفكرك بحاجة بسيطة. فاكر الإف كونديشن لما كنا بنقول إن إف لو حصل كذا اعمل كذا؟ حلو قوي. فأنا دلوقتي عايز أقول إف لو الكورة بتاعتي خبطت في البدل زن غير اتجاه الكورة أو خلي الكورة تنط الناحية التانية. طيب تعالى كده في الكنترول ندور على الاف. شايف الاف والزن دي؟ هناخدها. طيب السؤال بتاع كل مرة، هل الاف دي هتتحط جوه الفوريفر ولا بره؟ تعالى نفكر مع بعض. هل انا عايز الكورة تخبط في البادل وتنط مرة واحدة، ولا عايز كل مرة الكورة تخبط في البادل الكورة تنط؟ طبعا عايزينها كل مرة. عشان كده تعالى نحطها جوه الفوريفر. طيب بعد كده هنحط ايه؟ عايزين الحاجة اللي تقول لي ان الكورة دي لمست حاجة معينة. عايز الشرط بتاعي. الشرط بتاعي موجود في حاجة اسمها سينسينج. هتلاقي عندنا حاجة اسمها تاتشنج. حلو جدا. طيب تعالى كده ناخد تاتشنج ونحطها هنا، وبعد كده ندوس على السهم ده هتلاقي ان انا ممكن اقول البدل. فانا كده بقيت بقول تاتشنج بدل. جميل قوي. طب تعالى كده ناخدها ونحطها في الاف. بص بقت عامله ازاي. اف الباسكت بول او اف البول تاتشنج البدل زن هنعمل ايه؟ عايزين الكرة تنط. طيب عشان اخلي الكرة تنط ايه رأيك نلف الكرة 180 درجة؟ ده بالظبط اللي احنا شرحناه برضو في اول سيشن. يعني ايه نلف الكرة 180 درجة؟ يعني دلوقتي لو مثلا دي الكرة بتاعتنا وده وش الكرة اهو والكرة ماشية كده. طيب لما نيجي نلفها 180 درجة اول ما تلمس البدل هتروح لفة كده
فهتكمل مشيان كده. فايه اللي حصل؟ اكنها بالظبط اول ما لمسته نطت ومشيت الناحيه الثانيه. طيب عشان نعمل كده تعالى كده في الموشن، تعالى ندور. عندنا حاجه اسمها تيرن. حلوه قوي تيرن دي. تيرن هي فعلا بتخلينا نلف. طيب تعالى نركبها جوه الاف، وتعالى نغير ال 15 دي بكام؟ ب 180، عشان احنا اتفقنا ان احنا عايزينها تلف 180 درجه. تعالى نران كده ونجرب. طيب بص كده ايه اللي حصل، بقت فعلا شغاله، مفيش اي مشكله. ليه؟ عشان احنا حلينا كل المشاكل اللي واجهتنا. طيب احنا زي ما اتفقنا ان المره الجايه كنا هنكمل حاجه، واتفقنا ان المره الجايه برضو هنكمل على اللعبه اللي انت هتعملها. وبرضو ما تنساش ان دي مسابقه، وفي حد فيكم المره الجايه هيكسب. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في السيشن الجايه. باي باي.